جورجيت برسومو، مسؤولة الاتحاد النسائي فرعية القامشلي وإدارية في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. أنا ولدت في مدينة ديريك في عائلة مكونة من 6 أبناء وأم وأب، 3 أخوة و3 خوات ضمن أنا. عائلة متوسطة الدخل. الأم والأب كانوا يتميزون بفكر نير، ثقافة جيدة. طبعا ما كان في عندهم شهادات أو غير متعلمين، لكن كان الوالد يتمتع بفكر وثقافة عالية جدا وشخصية قوية جدا اجتماعية. أما والدتي فكانت إنسانة طيبة جدا وتحب المرتبة العليا من الأخلاق والتربية المثالية، فلذلك تربيت في عائلة تتميز بأنها منفتحة، متقبلة الرأي الآخر. يعني كانت طفولتي كلها ثقافة من أبي وأمي وأخوتي الذين كانوا الأغلبية أكبر مني، وضمن مجتمع كمان منفتح في منطقة ديريك. طبعا أنا درست الإعدادي وقبل الابتدائي في ديريك، ضمن كمان مجتمع الوسطي في ديريك اللي هو كله أغلبية سريانية ونسبة قليلة منها الأرمن. كان المجتمع أيضا مثل عائلتي أغلبيته مجتمع متحفظ لنوع ما، إنما عنده نسبة كبيرة من الانفتاح، فكان عندنا حرية الخروج والدخول والعلاقات والحفلات واللقاءات والذهاب إلى رحل. كان مجتمع أعطينا نسبة جيدة من الحرية، لم يكن عندنا تقيد كبير بعلاقاتنا سواء كفتيات صغيرات أو حتى علاقاتنا مع الفتيان والشباب الموجودين معنا في المدرسة أو بالحي. كانت علاقاتنا جيدة، ما كان في تمييز بين شاب وبنت. هذا اللي تثقفنا عليه وهذا اللي تعلمنا عليه داخل أسرتنا وداخل حينا وداخل مجتمعنا اللي احنا كنا نتربى فيه. المرحلة الإعدادية والمرحلة الابتدائية هن أساس لشخصيتي من خلال علاقاتي المنفتحة مثل ما قلت داخل الحي مع الشباب والصبايا، وكمان ضمن المدرسة علاقات منفتحة مع الشباب والصبايا. كنا ضمن لجان، ضمن كمان كنا نروح للكنيسة نتعلم اللغة السريانية، نتعلم التراتيل، فكانت علاقاتنا عامة. وكان فكرنا دائما أنه نير، يعني ما كان عندنا أي فكر آخر غير أنه نكون مبسوطين ومتعلمين ونمارس يومنا بشكل سعيد. التغير الجذري اللي صار، أول تغير هو كان مرحلة الثانوي. انتقلت من مدينة ديريك إلى رميلان. طبعا مدينة رميلان مميزة، فيها كل المكونات وكل أنواع الجنسيات والانتماءات الموجودة بسوريا على مستوى سوريا موجودة في رميلان. أول مرة أسكن في مكان فيه مكونات مختلفة، فيه ديانات مختلفة. أنا في البداية طبعا كصبية يبلغ من العمر 16 سنة كان عندي صعوبة أنه أعمل علاقات مع امرأة أو صبية بعمري بالدين آخر، لأنه ما صارت قبل، يعني ما بالابتدائي والإعدادي ما كان عندي المجال أنه نعمل علاقات، لأنه كنا أغلبية مسيحية في المنطقة وكمان أغلبية سريانية. في هالمرحلة كمان لما دخلت بالمدرسة بثانوية رميلان كمان كانت مختلطة، يعني صار علاقات جديدة مع دين جديد، مع أفكار جديدة، مع ثقافة جديدة، وبدون ما أشعر صار تقبل. فعلا لم يكن هناك تنافر ابدا، يعني لانه الموجودين كمان باعتبار هن ابناء موظفين وابناء عمال، فهن طبقه راقيه، وكان التقبل جيد والانسجام بيناتنا كثير جيد. فكمان لما نحس، يعني كان نحس حالنا كلتنا نفس الشيء، سواء كانت من الدير، من رقة، من طبقة، من ديريك، من الحسكة، من قامشلي، من الشام، من حمص، من كل المحافظات كانوا موجودين، وكمان من كل الأديان كانوا موجودين. لكن هالشيء كله كان في البداية تخوف، بعدين انتهى ونسيناه وصرنا نعيش نفس الفعاليات والنشاطات وضمن الشبيبة، ضمن الاحتفالات الخاصة كصبايا، مثلا أعياد ميلاد أو أعياد خاصة دينية كنا نحتفل فيها مع بعض. يعني كمان كنت كتير مرتاحة. ومرحلة الشبيبة اللي أنا عشت فيها الإعدادي والثانوي كانت ظهرت فيها شخصيتي.
طبعا أنا من طفولتي معروف عني أنه شخصية متمردة، معروف ضمن أسرتي وضمن عائلتي وضمن أصدقائي أنه شخصية متمردة، لا أرضى بأي شيء يفرض علي إلا بقناعتي. في هالمرحلة ظهرت شخصية جديدة علي أنا، شخصية المرح. يعني صار أحس بأنه أو في البداية أنه أنا قعداتي كلها كانت جدية نظامية، صح كنا نلعب ونطلع ونخرج، بس كنت كثير رسمية وعلاقاتي جدية جدا، يعني أنه المزح والضحك وهيك كانت شوي أنا أعتبرها نقص لي. لكن في مرحلة الثانوية نتيجة أنه كبرت ووعيت وشفت أشكال جديدة، شخصيات جديدة، دخلت إلى داخلي العلاقات المرحة. يعني صار نعمل حفلات دبكة، نعمل قعدات نضحك فيها، نعمل مثلا أعياد ميلاد، احتفالات خاصة، نقعد ونضحك ونمرح ونناقش. فدخلت شخصية جديدة وتكونت شخصية جديدة بالإضافة إلى شخصيتي اللي هي شخصية متمردة. ورغم هيك الكل كان يعرف أنه أنا كشخصية هي شخصية قوية. طبعا هذا الرأي العام، مو أنا رأيي، الرأي العام أنه أنا شخصية قوية. حتى انتهت المرحلة الثانوية انتقلت من رميلان. أنا أقدر أقول بهالمرحلة كان في عندي شوي معاناة، لأنه أنا كان عندي طموح لأدرس بمجالات عالية، وكان شهادتي وعلاماتي تسمح لي أنه أدرس بالجامعة وأنا الأطمح فيه. لكن اللي صار كان في شوي ظروف صعبة، انه اخرج مثلا اطلع من ديريك الى حلب او للشام، كان اول المواصلات كثير صعبة، انه يأمنوني مكان هونيك كمان كان كثير صعب، وكمان بالنسبة لمصروف الجامعة كان صعب. أنا طبعا بطبعي معي شهادة بكالوريا علمي وأعشق المواد العلمية عشق كامل. يعني عندي الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم جزء من شخصيتي، يعني جزء من حياتي، جزء من فكري. المواد الأدبية مو كثير يعني أميل لها. فكنت أحب سجل ريفيكاف، فنتيجة النقاش مع أهلي وإقناعي يعني أنا مو أرضى بسهولة يعني أتراجع عن شهادتي، يعني قنعوني أنه أدرس الرياضيات بالحسكة، وسجلت معهد الرياضيات بالحسكة. ولكن بعد فترة معهد الرياضيات بعد نهاية العام الدراسي تم إغلاقه بالحسكة، حولت على معهد العلوم كمان تم إغلاقه بالحسكة، فخلص التسجيل بسوريا بكل الجامعات، وتم تحويل اسمنا اللي سجلنا بمعاهد الحسكة، تم تحويل اسمنا لمعهد إعداد المعلمين بالقامشلي. المعهد كان عدد ضخم جدا، لأنه قلنا كل المعاهد الموجودة بالحسكة تسكرت وانتقل أسماء للقامشلي، وكان المعهد كمان جديد بالقامشلي، فأبناء الجزيرة بلشوا بالتسجيل بهذا المعهد. كانت أعداد ضخمة جدا وكانت مختلطة بكل الأحوال. أنا بداخلي كان في رفض أنه أنا أكون بمعهد إعداد المعلمين، لأنه مثل ما قلت كان عندي طموح كتير كبير أنه أنا أكمل دراسي حتى بعد الجامعية. رغم هيك كنت أرفض الدراسة، كنت أرفض أنه أنا أستلم كتب وأدرس بكتب، أنا مو مقتنعة أصلا أنه بهالمجال. هالمرحلة طبعا أنا انفصلت عن أهلي، باعتبار أهلي كانوا برميلان، أنا كنت موجودة بالقامشلي. خلال وجودي بالقامشلي تعرفت على مجتمع جديد. في البداية حسيت بالصعوبة، لأنه الحياة بديريك وحياة برميلان تختلف نهائيا عن الحياة بالقامشلي كحالة اجتماعية. يعني أنا هون استفزني يعني أنه أنا يا ترى أبقى مثل ما أنا، أنه أندمج مع الكل مثل ما تعودت بمراحلي الأولى، ولا كمان أنا أصير مثل هذا المجتمع، أكون ضمن نطاقي الضيق اللي أنا موجودة فيه. طبعا أنا كنت موجود بالوسطى ضمن المكون المسيحي والسرياني، فهون صار عندي صراع. أنا بالمدرسة وبالمعهد طول سنوات دراستي أنا ما عندي مشكلة، كان عندي أصدقاء من كل المكونات، وفعلا أنا بقيت هيك، يعني ما قدرت أغير، مو بطبعي يعني إنه أنا هاي مسيحية أمشي معها، هاي كرتية ما أمشي معها، هاي عربية ما أمشي معها، الأقرب لي أنا أمشي معها. وفعلا كونت سلسلة من العلاقات بكل المكونات، يعني كان عندي جروب كامل سريان، عندي جروب كامل عرب، وكان عندي جروب كمان من الأكراد، وكانت علاقتي طيبة جدا معا بنفس الروح، بنفس يعني مثل ما قلت لك أنا صار عندي روح المرح.
بنفس المواقف، بنفس الانفعال. فعشت بالمعهد بعيد عن الدراسة ما كنت أحبها بصراحة، يعني لأنه كنت بالداخلي ما أقول في شخصيتين، يعني الشخصية التمرد إلا موجودة، ولكن بالمعهد أثبت حالي يعني إنه بشكل جيد، وكانت أفضل من سنوات حياتي مرحلة نهاية المراهقة اللي هي 17 وال 18. والعلاقات لهلا موجودة طبعا بيناتنا بنفس المكونات، وكانت حياة فيها استمتاع وعشق للأيام اللي عم نعيشها مع بعض والذكريات الجيدة الموجودة بيناتنا. وبهالمرحلة كمان خطبت، كنت مخطوبة لشخص من القامشلي بالسنة الثانية من المعهد، وتخرجت من المعهد وطلعت من الأوائل على المعهد. بعد التخرج أول سنة درستها كانت بديريك، حطوني أقرب ما يكون على ديريك باعتبار طلعت من الأوائل. كانت مكافأة لكل طالبة أو طالب يطلع من الأوائل يتعين أول قرية أو أقرب قرية على المنطقة اللي هو ساكن فيه، باعتبار أنا أهلي كان خلصوا مهلة الوجود أو مدة وجودهم في فرميلان فرجعوا لديريك. وهالفترة أنا كنت مخطوبة كمان للقامشلي، وتزوجت نهاية العام الدراسي بال92. أنا تزوجت وانتقلت مرة تانية للقامشلي وبلشت تدريس بالقامشلي. وأول ما تعينت بحي العنترية، وبدأت الدراسة بحي العنترية، وبدأ بعدها أمارس حياتي الاجتماعية بشكل طبيعي ضمن عيلة مسؤولية عيلة وأولاد وزوج، وكمان العلاقات الأسرية. درست ما يقارب 27 سنة. خلال وجودي بالتدريس يمكن طلابي يذكروني يعني أكيد يعني خاصة في حي العنترية كنت أتميز بشخصيتين، نفس الشخصيتين أنا ولدت فيهن، بيناتن شخصية قوية، الشخصية الجادة المنظمة والتي لا تقبل الخطأ، وشخصية الإنسانة اللي تحب الحياة والمرح. ضمن علاقاتنا كأنسات ومعلمات ضمن المدرسة معروفة يعني جورجيت إنسانة مرحة، إنسانة منكتة، إنسانة تحت مواقف مقالب لكن ضمن الصف الجادة جدا. يعني الطلاب كان من مرحلة لمرحلة لما يجوا لعندي يقولوا انتبهوا أنسي جورجيت، أنسي قوية، شخصيتها قوية، أنسي جورجيت صارمة. ففعلا ضليت هيك خلال وجودي بالتدريس. طبعا انتماءاتي الفكرية كانت متقلبة، يعني في رفض للموجود لكن ما عندي فكر للشيء الحديث، ايش هو التغيير، ايش ممكن انا اغيره لهذا الرفض اللي انا موجوده فيه، سواء كان سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا، علاقاتيا، يعني بكل النواحي كان احس في شيء ناقص، في شيء غير مكتمل، لكن ما كان عندي جواب للحل ايش هو. لهيك حتى ضمن المجتمع كان عندي صراع انه انا العروض اللي عم تتقدم علي كامرأة، لأنه في داخلي شيء بده يطلع، في داخلي شخصية بدها تطلع. يعني أنا صح عم ربي أولادي، صح عم أقوم واجباتي تجاه عائلتي، كان في مسؤولية عائلة برغبتي تجاه زوجي، بكل هدول عم بقوم فيه، وكمان عم بقوم بأوجه مثل أفضل المعلمين اللي عم يعطوا درس بحيث يعطوا كل ما عنده لطلابهم، لكن في جزء بشخصيتي لسه ما اكتمل، عم بحس دائما بالنقص. ورغم انه كان ينعرض علي كثير مناصب من اداره لمناصب اعلى من الاداره واقل من الاداره وتوجيه ومناصب اداريه، لكن ما كان احس برغبه بانه استلم اي منصب اداري. طبعا انا بدايه 2011 والاحداث اللي صارت كانت صدمه كبيره لإلي. كان عندي احساس انه رح يصير شيء مثل ما قلت لك، وحتى يعني كشخصي انا اذا بدي اقول لك شيء سري، انا حتى بمناماتي كنت اشوف دائما حروب. هالحروب مثل ما صارت، طبعا مثل ما صارت بالواقع عن جد، يعني يمكن ناس ما يصدقون، بس فعلا كنت احس في ناس عم يدخلوا على البلد، عم يصير انفجارات، في طيارات عم تحلق بالسماء، في ناس عم ينقتلوا، في احداث جديده عم بتصير بالبلد. كنت اشوف هاي كلها خلال سنوات، وكنت اخاف احيانا مرعوبه، يعني افيق من نومي مرعوبه. لهيك لما صارت الأحداث بسوريا في البداية فكرت إنه والله شغلة بسيطة وتنتهي، يعني مثل ما صار الربيع العربي في مناطق تانية ودول تانية وانتهت، يعني ما كان هالأحداث الكبيرة، كانت مظاهرات ومطالبات وصار تغييرات للرئاسة إلى آخره. لكن مع مرور الأيام فعلا هالمرة حسيت إنه يا إما
طبعا بعد الأحداث الكبيرة اللي صارت بسوريا والتفجيرات والقتل وظهور التنظيمات الإيكولوجية وظهور أفكار جديدة، وبدأت أحداث تظهر. لكن أنا ما كانت بالنسبة إلي واضحة إنه هل الشعب إيش عم يعمل، يعني فعلا ما كانت إلي واضحة. صح في مسيرات وفي مظاهرات وفي مطالبات، بس بالنسبة إلي كشخص إيش قد حاولت أفهم ما كنت أفهم. لكن وصلت لمرحلة لما أنا فكرت يعني إنه في معاناة عم نحسها، في ظروف صارت، بدي أرجع للماضي أشوف ليش هيك صار ضمن أنا اللي كنت أفكر فيه. شفت الشعب عاش حالة من الظلم، وأنا شفت حالي كنت مظلومة، ما قدرت أحقق نفسي. تذكرت الوالد، تذكرت الوالدة، تذكرت أخوتي، تذكرت المنطقة اللي عشت فيها، قد كنا عايشين بفقر وعايشين بوضع إنه مو متوفر لنا ولا شيء، رغم إنه كنا مقنوعين لأنه ما موجود، الموجود من الموجود كنا نعيش. وشلون أنا انظلمت حتى إنه أمارس يعني رغبتي بالدراسة، شلون إنه الحياة الوظيفية، رغم انه انا مثلا الوالد قضى 40 سنه من عمره هو بالوظيفه، ولكن خرج براتب لا يساعده على المعالجه. ورغم هيك صرت اشوف المؤسسات، صرت ادرس، اشوف المدرسه ايش كان ناقصها، ليش كان الوضع هيك بالمدارس، ليش ادنا التعليم، ليش المؤسسات الثانيه مية خداميه، ليش الشعب حاسس بالاحباط. فعلا كنت احس كل الناس حاسين بالاحباط. ففجاه حسيت بنفسي لا، لازم أنا أكون مع التغيير. بدأت هون إنه لما أخذت قراري إنه أنا لازم يحدث التغيير. الشعب لما ينتفض هالانتفاضة معناتها ما يرضى بالواقع، معناتها عايش حالة من الظلم، معناتها عايش حالة غير مقبولة من الحياة. فبدأت أفكر بالتغيير اللي عم يصير بالبلد، وخاصة في منطقتي أنا في الجزيرة، وبالاخص في القامشلي، لانه انا قلت لك ان القامشلي صدمتني لما اجيت لهون، وفعلا عشت الصدمه سنين طويله. يعني انه انا لما قدام مجتمعي اللي ضيق ما اقدر اقول انا عندي علاقات او اجيبن لبيتي، يعني كثير كانت صعبه، وانا اروح لبيوتن كمان فعلا كانت كثير صعبه، يعني غير الديريك وغير ميلان. فالحاله الاجتماعيه والحاله الاقتصاديه والوضع الامني الصعب اللي عشناه، ووضع أولادي بالجامعات، في وقتها كان أولادي بالجامعات، القوت اليومي، المتطلبات اليومية من كهرباء ومي، هالأمور صارت أزمة كبيرة عنا. وقتها كنت ألاحظ المرأة شلون إيش عم تعمل المرأة في المنطقة، المرأة السريانية، المرأة الكردية، المرأة من المكونات الثانية إيش عم تعمل. بلشت أسأل، بلشت أبحث على جوجل، بلشت أتابع بعض النساء وبعض الشخصيات. هون حسيت انه انا لازم اكون هون، هذا هو المكان اللي صار لي سنين عم ادور عليه، هذا هو النقص اللي انا لازم اكمله بشخصيتي. نتيجه انه انا صار اندمج اكثر بالاحداث اللي صارت، وبدي اشوف الحركات والتنظيمات اللي عم بتصير بشكل عام. طبعا ما كان عندي درايه كثير قويه بالتنظيمات النسائيه بشكل خاص، انا بشكل عام كنت انظر للامور. صار حسب ما يجينا الصيت. طبعا نحن كسريان موجودين في منطقه سريانيه، الاحداث السريانيه كلها نعرفها اول باول، يعني سواء كان الجمعيه الثقافيه السريانيه، حركه المراه السريانيه، الامور الامنيه اللي عم بتصير في منطقتنا. لكن نتيجه التخبط في البدايه، ونتيجه انه المكون واحد ظهر على الوجه، كان انه ظهر انه هي حركه كرديه في المنطقه، من اجل انه الاكراد ياخذون حقوقا، وهاي الارض ارضا، وهن بدهم ياخذوا الجزيره ويعملوها جزيره كرديه. طبعا انا هون ما يعني ما اقول كي صدقت، لان انا عارف عندي اساس، انا تعاونت مع المكونات الثانيه، ما شفت عندنا هالفكر، يعني من طفولتي الى وانا موجوده بالعنتريه، يعني بضمن منطقه كلها كرديه، ما شفت هالفكر انه الاكراد عندهم هالانفصاليه او عندهم انه كره للمكونات الثانيه. بصراحه يعني انا مو انه عم بحكي هذه تجاملا، لكن انا احكي واوثقه تاريخيا باسمي انا. ما يوم من الايام انا بالعنتريه بمنطقه كرديه 25 سنه تدريس، حدا تعامل معي انه انا مسيحيه او انا سريانيه، يعني لست كرديه ولست مسلمه بكل معنى الكلمه اقولها كشعب. رغم انه لما رحت للعنتريه كان شعب كثير فقير، شعب كثير مسكين، كان هو تجمع من القرى اللي موجوده، وكانت منطقه يعني مهمله جدا، يعني كانت اقرب ما يكون للقريه،
لا زفت، لا شوارع، لا تنظيم، شعب فقير جدا يعني. وكان انه حتى يعني المراحل المتقدمه كان يخوفونا انه اهل العنتريه ناس اشداء، ناس اقوياء، ناس منظمين كرديا، عندهم قوميه كرديه. بس صدقا وانا اوجه هذا الشيء مثل ما قلت بخطوط من الذهب تجاه الشعب هذا، انه فعلا كان عنده تنظيم لكن ما كان عنده كره لاي مكون. فانا هذا الفكر موجود عندي من 25 سنه خلال انا وجودي معا. لما سمعت انه هي وصار يمكن كان حرب خاصه اعتبرها، يعني انه توجيه، انه هذا توجيه كردي، انتبهوا لا تكونوا تاريخ الاكراد، انتم اصلا تعرضتن لمجازر قبل مع شعوب ثانيه والى اخره. بلشت علاقتي تقوى مع التنظيم السرياني، وخاصة الاتحاد النسائي السرياني، من خلال زيارات قاموا فيها بعض العضوات من الاتحاد النسائي لي، من خلال متابعتي لألن ووجودي معه لفترات متقطعة يعني مو منتظمة. بدأت أفكر وأعمل دراسة كاملة على الوضع السياسي في المنطقة، على الوضع الجغرافي في المنطقة، وعلى الأفكار والحالة السياسية في المنطقة. وهيك حسيت بفرحة كبيرة وقناعة عظيمة إنه اللي عم تحدث هي ثورة شعوب وليست ثورة شعب، هي ثورة مكونات وليست ثورة مكون، وهذا ما أثبته الواقع. بداية كان في زيارات طويلة يعني لفترات طويلة، يعني مو لفترة قصيرة ما تتعدى يمكن سنة ونص للسنتين، والاتحاد النسائي عضواتها ومسؤولة الاتحاد النسائي في سوريا كل ما يصير لها فرصة تجي للقامشلي كانت تجي لعنا، صارت عنا علاقة عائلية، وهي كانت فكرة تنظيمي أكثر من عائلي يعني. هي كانت كمان حبتنا كعائلة، أنا وزوجي وبناتي وأولادي يعني، وهي كمان عدة مرات جابت أولادها وعائلتها وصار تعارف وأهل البلد نحن يعني قد ما نبتعد في الآخر تيصير في صلة قرابة. وخلال هالفترة صرت أروح للاتحاد النسائي. بالاتحاد النسائي أول ما رحت قالوا لي تتصيري أنت نائبة للمسؤولة في فرعية القامشلي. أنا من النوع اللي إذا ما أقتنع مباشرة أقول لا، بس أنا حتى إنه ما أقول لك كنت مقتنعة 100%، بس فجأة أنا حسيت إنه على كيفك. هي قلت لها ما قلت لها لا ولا لا، قلت لها على كيفك اللي تشوفيه أنت مناسب اعملي. وفعلا صرت نائبة لمسؤولة مباشرة يعني مسؤولة فرعية القامشلي، ومن خلالها كان في عدة دورات، عملت دورات تنظيمية مغلقة ومفتوحة، وصرت مندمجة كاملا من الداخل والخارج والنفس، ونسيت كل حياتي وراي عن جد. هاي انطلاقة لولادة جديدة. تغيرت مفاهيمي، تغيرت سلوكياتي، تغيرت اتجاهاتي، انه لما انخرطت في هذا المجال وشفت المرأة الحقيقية. وبعد فترة لما صار المؤتمر ما في عدة أشهر، لما صرت نائبة بالاتحاد النسائي السرياني كان بال 2018، وبعد ما صرت نائبة أنا كلفوني أكون مسؤولة في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بال 2019 يعني بهالفترة. وبعد ما صرت مسؤولة إدارية، طبعا أنا موجودة بمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا إدارية عن المكون السرياني باسم الاتحاد النسائي السرياني. وبعدين سلموني مسؤولية إدارة فرعية القامشلي ونائبة مسؤولة الساحة في سوريا. طبعا هالمسؤوليات ضمن مسؤولية بيت، ضمن مسؤولية الاتحاد النسائي السرياني، ضمن مسؤولية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. سلموني أكون عضوة في تشريعي مقاطعة الجزيرة، فصار عندي مسؤوليات كثيرة. وأنا يعني في مرحلة عمرية عم أولد من جديد بعد هالعمر، وعندي مسؤوليات أسرة وعائلة وزوج وأولاد وبيت. والوقت عندي باليوم 24 ساعة، من ال 24 ساعة قد أنام 3 ساعات ل4 ساعات. بقية الوقت يمكن كعائلة نجتمع نحن بال7-8 يمكن 2-3 مع العائلة، وبقية الوقت بتواصل هو العمل
واعمل يعني يمكن احيانا ناس يقولوا عليكي ارهاق، عليكي تعب، انا ما بحس بولا شيء. يعني عندي عشق داخلي انه بدي اعمل كل شيء بخدمة شعبي، بدي اعمل كل شيء لخدمة هالمرأة اللي انظلمت. هاي الشعوب الموجودة صار لها سنين، وانا عشت ايام الظلم اللي عاشتها، ايام الحرمان اللي عاشتها، ايام الاقصاء اللي عاشتها. كيف انا صرت اتذكر كل شخص من عائلتي مات وما كان في امكانه يسافر لاي منطقة حتى يتعالج لانه ما عندنا مشافي. صرت أتذكر كل شخص من عائلتي، وأنا عائلة يعني معروفة إنه كتير يحبون العلم، كأخوتي وأهلي وكلها معروفين إنه كتير يحبون العلم وكتير متفوقين بدراستهم. ما كانت تنفتح لهم المجال إنه يدرسوا بالجامعات لأنه بمنطقتنا ما في جامعات. بهالشكل صرت يعني أحس إنه إيش قد كنا كشعب مظلوم. صح كنا عايشين بأمن وأمانة، ما ننكر هالشي، لكن ضمن قيود، ضمن حواجز، ضمن أفكار سلبية ما كنا نعرف إنه هالأفكار قد سلبية. قدرت أكون مجموعة كبيرة من العلاقات مع كل المكونات وبعشق بحب، يعني مو إنه أنا مجبورة أعمل علاقة مع أي شخصية إلا إذا أنا عشقها، وفعلا عشقتها، لأن صار عندنا هدف واحد، صار عندنا طريق واحد. لازم نتكاتف ولازم نكون متحابين ولازم نكون متعاونين حتى نصل لهدفنا، لأنه أي مكون حصل على حقوقه المكون الثاني أكيد بالتأكيد راح يصل على حقوقه. فلا بد نكون مع بعض. وهذا الشيء طبعا مو لي انه انا ايجابيه بس، لانه المقابلي كمان كل امراه عم تشتغل بعملنا هي ايجابيه، لانه هدفها واحد، فكره واحد، وارادتها واحد، وتعرف انه مستقبلنا هو واحد. طبعا خلال عملي بالمنطقه بعده مجالات، واندماجي بالاداره الذاتيه وهيئات الاداره الذاتيه وكل المؤسسات الموجودة بالإدارة الذاتية، وحركة المرأة بشكل خاص ضمن الإدارة الذاتية، إنه كيف كل مؤسسة من بداية من الكومين لأكبر مؤسسة أو لأكبر هيئة كلها موجود فيها لجان للمرأة تحل مشاكل المرأة وتعني بهموم المرأة. من هالأمور طبعا صار عندي إجبار بدور الإدارة الذاتية التي وجدت المرأة فيها نفسها، والتي هي مؤسسة أصلا على جهد المرأة. منها ما أجبرني أكثر وإحساس بالعز اللي هو المرأة العسكرية والمرأة في قوات الأمن. كانت أتذكر يعني أول مرة أشوف المرأة موجودة بالسوق ولابسة عسكري، كنت جاي من الدوام من العنترية ورايحة على بيتي للوسطى، أنا مريت بالوحدة فشفت سيارة نازلة منها بنات لابسين عسكري، عم بسأل مين هدول؟ أنا فكرت من خارج الجزيرة يعني، أو جايين أجانبني أمريكاني روسني اللي هي. قالوا لي هدول قوات الأمن الأسايش المرأة يعني. رجعت على البيت وأنا عم بفكر إيش هاي أسايش المرأة، إيش هدول قوات المرأة، إيش دورن. وبلشت من وقتها، طبعا هاي قبل ما أقول ضمن عملي بالإدارة، وبدأت من وقتها أفتخر بكل امرأة موجودة بالأمن الداخلي، كل امرأة موجودة عسكرية تحمل السلاح. بدأت أبحث أنه من أين جاء هذا الفكر. يا ترى المرأة لما بلشت بتأسيس الإدارة الذاتية كيف استطاعت أنه تصل لهالمرحلة أنه تاخذ دورها وتثبت ذاتها. طبعا نحن ما ننسى بهالمجال أنه المرأة الكردية كانت مبادرة يعني، وطبعا هذا كمان يمكن أحيانا لابد نتطرق له لفكر القائد أوجلان كمفكر أعطى للمرأة مكانتها وأعطى للمرأة تميزها في كل المجالات. وكيف نحن قدرنا ناخذ من هذا الفكر ونطبقه على أرض الواقع. أكيد هو من الفلسفة والقدرة أنه يدرك مدى المرأة عندها إمكانات، لذلك أعطاها هذا الدور. فهذا شيء أقدر أقول أنه يتميز عنه كإنسان مفكر ومثقف بالدرجة الأولى، وإنسان يعرف قيمة المرأة. يمكن يكون أول مفكر أو أول قائد أو أول إنسان بشكل عام يعني أنه يميز المرأة بهذا الدور على مستوى العالم. يعني المرأة هي اللي ناضلت وأخذت حقوقها، إنما يأتي شخص سواء كان قيادي أو سياسي أو مفكر أنه يميز المرأة بكل هالتميز وهالتفوق،
كان كتير مبهر يعني، وحتى على مستوى العالم. فمن هون قدرت أستوعب وجود المرأة في الإدارة الذاتية وكيف تنظمت، من أين بدأ التنظيم ومن أين اتجه هذا التنظيم. وفعلا مثل ما يقولوا كانت المسؤولية كبيرة، كانت التحديات أكبر، كانت الصعوبات أعظم، لكن لأنه أنت عايشة في مكان فيه عادات، فيه تقاليد، فيه قوميات، فيه أديان، فيه أفكار، فيه اتجاهات، فيه جغرافية مختلفة، فيه حدود مختلفة، فإنه تعملي هذا التغيير 180 درجة يمكن ما حصلت في العالم أبدا. أي تغيير يحصل دائما تدريجيا. خلال دراستي لسياسة العالم، خلال دراستي لثورات العالم، كلها حدثت بانتفاضات، ولكن حدث التغيير تدريجي، ما صار تغيير انه نقلب الصفحة نبدأ صفحة جديدة. فهذا اللي ميز المنطقة بأن الثورة اللي حصلت، بالتغيير الجذري اللي حصل، واللي سميت ثورة المرأة، وفعلا هي ثورة المرأة، لأنه هي قامت على انتفاضة المرأة والولادة المرأة من جديد لكل العادات والتقاليد والأفكار والممارسات القديمة وكل ما موجود في المجتمع، وتغييره تغيير كامل من كل النواحي. يوم العالمي للمرأة اللي هو يصادف 8 آذار من كل سنة له نهفة كبيرة بالنسبة لي، لأنه أنا خلال كمعلمة ونحن موجودين في دولة سورية، و8 آذار هو يوم مميز بالدولة السورية، ويحتفل فيه بشكل رسمي بفعاليات ونشاطات، ونحن كمعلمات لازم نجهز طلابنا ونجهز نفسنا لهالاحتفالية. فكانت 8 آذار فيه فعاليات كتيرة، وكان فيه إرهاق وتعب، وإنه هالمناسبة، المهم كان فكري إنه هذا عيد للوطني يعني ونحتفل فيه. لكن في قبل تقاعدي 8 آذار كان عطلة، وفجأة قالوا لنا إنه حتى هو عطلة عند الإدارة الذاتية، عطلوا الإدارة الذاتية. فأنا هون صار عندي إنه أسأل، طبعا هاي قبل ما إنه أدخل بشكل جدي بالمجال اللي ساكن بالتعليم، وما كان عندي فكرة كويسة على الإدارة، على الحركات اللي عم بتصير إلى آخره، وحتى ما كان عندي فكرة على التنظيمات النسائية. فإنه صار يقولوا إنه هو يوم المرأة العالمي عم يحتفلوا فيه بيوم المرأة العالمي. يعني أنا فكرت يوم المرأة العالمي، قلت يعني عيد الأم؟ قالوا لا، في شيء اسمه عيد الأم وفي شيء اسمه عيد المرأة العالمي، هذا عم يحتفل فيه المرأة. هون طبعا مثل ما قلت دائما الشيء الجديد دائما يستفزني، لازم أعرف إيش هو يوم المرأة العالمي. صرت أتصفح وأسأل واشوف الفعاليات، انه هون لابسين الزي الفلكلوري، هون عم يدبكوا، هون طالعين بيان، هون واقفين وقفه احتجاجيه، هون طالعين مسيره. انبهرت انه هذا يوم المرأة العالمي، ايش هو هذا؟ وبلشت اقرا عنه واعرف انه هو يوم مميز للمرأة، وانا ما بعرف فيه، وانا عم بحتفل بمناسبه، وانا لي مناسبه خاصه فيني كامرأة وما بعرف فيها. من هون حتى نسيت انه 8 آذار ايش هو، فخلص صار عندي 8 آذار هو يوم المرأة العالمي، وصار هذا اليوم بالنسبة لي اعتبره مثل رأس السنة، انه هذا كل سنة في يوم المرأة العالمي، هذا خاص فيني انا كامرأة، بعيدا عن المجتمع، بعيدا عن الوطن، بعيدا عن كل المعتقدات وكل الاعياد الدينية والطقوس والوطنية والقومية الى اخره. هذا يوم مميز فقط للمرأة، ما فيه اي اتجاه، خاص للمرأة تحتفل فيه مثل ما بدها هي، وهذا الشيء كتير كبير لها. طبعا نحن كنساء بالشمال شرق سوريا، وما حققته المرأة من إنجازات في شمال وشرق سوريا، واللي أصبحت مثل أمام العالم، هذا اللي نفتخر فيه. أولا أقدم كل التهاني والتبريكات لكل نساء العالم، وكل امرأة معتقلة من أجل الفكر، من أجل حرية التعبير. ووجه تهاني وتبريكاتي لكل أم شهيد ولكل أخت شهيد. أوجه كل تحياتي للمرأة التي تحمل القضية اللي هي قضية المرأة وقضية شعبها. هذا اليوم أنا أعتبره يوم مميز للمرأة، لأنه هو ثمرة نضال طويل
قد بدأ بشكل محدد يمكن عام 1956 لما قامت نساء نيويورك بالانتفاضة والمطالبة بحقوق، وبعدين توجت لما طالبت كلارا زينكن بمؤتمر النساء العالمي اللي عقد بعام 1945 من يكون يوم عالمي للمرأة، هو يوم خاص للمرأة تحتفل فيه، والنضالات اللي حصلت والثورات اللي قامت فيها المرأة خلال التاريخ. لأنه كل الثورات اللي حصلت سابقا بالعالم كانت المرأة موجودة فيها، ولكن للأسف عندما يستقر البلد وتتغير الحكومات ويتغير القوانين وتتغير الدساتير تستبعد فيها المرأة ولا تأخذ حقها، حقوق بسيطة قد تعطى لها. ولكن ما أحدثته المرأة في شمال وشرق سوريا أعطى المرأة كل حقوقها، وكانت على قدر المسؤولية أكيد، لأنه حققت من الإنجازات والمكتسبات ما تفتخر به كل النساء. أصبحت الدبلوماسية والسياسية، وأصبحت المرأة الاقتصادية، وأخذت دورة الريادية والقيادية والإدارية في كل المجالات. وعنا من النساء ما نفتخر بهم أمام العالم جميعا، وعنا من النساء ما يقفن أمام المنابر في العالم ويطالبوا بالحقوق المجتمع والحقوق الدول وحقوق المرأة. لذلك هذا اليوم متميز بكل جوانبه، ونحن كنساء نعرف قيمة هذا اليوم، لأنه نحن اللي عانينا ونحن اللي وقع علينا الاضطهاد. وخلال الحرب السورية والأزمة السورية، وكل الحروب طبعا هي سلبية على المجتمع وتقع آثارها على المجتمع، ولكن نعرف بشكل جدي وواقعي أنه أكثر الآثار وأكبرها تكون على المرأة. فدائما المرأة، وهذا ما عايشناه، تعيش آثار الحرب من قتل واضطهاد واغتصاب واعتقال وانتهاك ونزوح وتهجير وحياة يومية صعبة تناض. هذا هو النوع من النضال أيضا تعيشه المرأة، وهذا ما تعيشه هو نتيجة الاحتلالات ونتيجة الأزمات اللي عاشتها. فالمرأة في شمال وشرق سوريا عانت كل هالأمور، عانت الأفكار التنظيمية والإيديولوجية التي أوقعت عليها من الأحكام والأفكار ما كان سيجعلها ترجع إلى أيام العبودية. فنحن كنساء في شمال وشرق سوريا سنبقى صامدين، سنبقى في حالة من الثورة والنضال، لن نتوقف أبدا حتى تتحرر جميع المناطق، حتى ترجع جميع النساء إلى بيوتها التي حرمت منها، حتى نحقق أهدافنا، حتى يكون لنا مكان في كل اللجان الدستورية، في لجان أو مواقع صنع القرار السياسي، وأي قرار خاص بالمرأة أو خاص بالمجتمع، لأنه المرأة هي أساس المجتمع وهي ركيزة المجتمع. إن سقطت المرأة سقط المجتمع. فلذلك أنا أوجه نداء إلى كل النساء بكل المكونات، وخاصة في شمال وشرق سوريا اللي أصبحت أيقونة أمام العالم، أن تحافظ ما حصلت عليه من مكتسبات وإنجازات، وأن تستمر في هذا الطريق لخلق مجتمع حر، مجتمع تسود فيه الأمن والسلام والحرية، تتحقق فيه إرادة المرأة وفكر المرأة.